نتابع حديثنا عن مخارج الحروف اللسانية، وقد وقف الحديث بنا قبل الفاصل على حرف الضاد الذي يكثر الكلام والحديث عنه، والذي تنفرد به اللغة العربية فيما نعلم، فلا نعلم لغة من اللغات يعني لا في القديم ولا في الحديث فيها حرف هذا الحرف الذي يخرج من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا. هذا الحرف الذي وهو حرف الضاد، لما يقول أحدنا أض هكذا، فإن كل هذه المنطقة تنقفل، كلها تنقفل ولا يبقى مجال للصوت أن يمر. أض، فلما ينقفل الهواء الخارج من القصبة الهوائية يدفع اللسان ويصير خلف اللسان هنا هواء ضاغط، قوة ضاغطة، فيضغط اللسان، يضغط الهواء اللسان قليلا إلى الأمام، فيندفع اللسان تحت تأثير الهواء الضاغط قليلا إلى الأمام، إلى أن يعني يصل رأسه، منتهى رأسه، إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان من الداخل، لحم اللثة من الداخل. أض. فلما يتقدم اللسان هكذا، كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان تستطيل وتربو وتزيد. يعني في اللغة العربية هذه للطلب، يعني استطال طلب الطول، فإن كمية الهواء المحجوزة هنا خلف اللسان في هذه المنطقة تصير كبيرة بالنسبة إلى لما بدأ التصويت. أض. فلذلك من هنا جاءت صفة ستأتي معنا إن شاء الله في صفات الحروف للضاد اسمها الاستطالة. لعل اللوحة التالية التي سنراها تعيننا على إدراك حقيقة ما يجري في الفم البشري عند نطقنا لهذا الحرف. انظروا إلى هذه اللوحة وانظروا إلى قول الجزري رحمه الله في أعلى اللوحة عن الضاد. قال رحمه الله: والضاد من حافته، حافته الضمير راجع إلى اللسان، والضاد من حافته إذ ولي الأضراس، إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها. طبعا قال العلماء في الكتب النثرية أو منهما معا. فلاحظوا بارك الله فيكم الصورة التي على اليمين وقد كتب عليها حافة، أن الضاد تخرج من حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا. هذه المربعات التي ترونها، المربعات الزرقاء والمربعات الصفراء، جميعها منطقة ضغط، منطقة تلامس، منطقة تلامس بالنسبة للسان، لكن المنطقة الصفراء فيها تلامس من غير ضغط، والمنطقة الزرقاء فيها ضغط، تلامس وضغط واتكاء. لذلك نفرق بين هاتين المنطقتين. لو اتكأنا عند نطقنا للضاد على المنطقة الصفراء فسوف يخرج معنا الصوت دالا مفخمة. هذه علينا أن نعرفها يا إخوتي. مهما ضغط الإنسان على مقدمة فمه دا، مهما قال دا ولا ضال، مهما حاول أن يفخم لن يخرج معه ضاد، بل ستخرج معه دال مفخمة، وليس في لغة العرب دال مفخمة. الدال في لغة العرب مرققة. الصورة التي على اليسار وهي صورة متحركة، تأملوها بارك الله فيكم، لعلها تعيننا على فهم استطالة الضاد. وأن انظروا إلى مقدمة اللسان كيف أنها تحت تأثير الهواء الضاغط الخارج من القصبة الهوائية، يندفع رأس اللسان قليلا إلى الأمام كما نرى حتى يصل رأسه إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان، وأن كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان تربو وتزيد. انظروا كيف أن الأسهم تزيد وتربو خلف اللسان. من هنا سميت الضاد مستطيلة، لأن صوتها الهواء الذي فيها يطول ويصبح أطول مما كان عليه عند بدء نطقها. أض. هكذا نطق الضاد الساكنة كما نرى. ننتقل إلى اللوحة التي تليها والتي تبين لنا كما نرى الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان. الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان. المنطقة الصفراء كما نرى مكتوب عليها منطقة تلامس. طبعا الصورة التي على اليمين هي للسان،
والمنطقة الصفراء منطقة التلامس، والصورة التي على اليسار هي منطقة سقف الحلق أو منطقة الحنك الأعلى التي يقرع اللسان تلك المنطقة. إذن علينا أن نتصور بأن اللسان يقرع اللسان الذي في اليمين يقرع المنطقة التي في يسار اللوحة. منطقة التلامس هي المنطقة الصفراء، المنطقة الخضراء هي منطقة الضغط والاتكاء، والضغط والاتكاء يكون محصورا كما نرى على اللسان من أدنى الحافة إلى أقصى الحافة. قال رحمه الله: من حافته، والضاد من حافته. هذه هي حافة اللسان، المنطقة الخضراء. ض ض ضو ضي. من هنا يتركز نطق الضاد. اللوحة التي تلي لعلها تبين لنا كيف يكون النطق الصحيح للضاد المتحركة. انظروا إلى هذه الصورة بارك الله فيكم، أيضا هي تمثل اللسان والحنك الأعلى. علينا أن نتصور بأن اللسان يقرع منطقة الحنك الأعلى. لاحظوا بأن الصوت بارك الله فيكم، وهو قد مثلناه لكم بأسهم سوداء، لاحظوا بأنه يتوزع يمنة ويسرى، ولا يخرج من جهة مقدم الفم، يعني لا يخرج من الجهة الصفراء، بل يتوزع على المنطقة الخضراء يمنة ويسرى. هكذا: ض ض ض. لو كانت متحركة بالضم: ضو ضو ضو. لو كانت متحركة بالكسر: ضي ضي ضي. هكذا بينا بهذه الصور حقيقة ما يجري في داخل الفم. إن حرف الضاد